بكم. طبعا صباح دام اليوم شهدته العاصمة دمشق وريفها الصامد، حيث حلق الطيران الحربي بكثافة فوق مدن وبلدات الغوطة الشرقية والقلمون بشكل عام، ونفذ عدة غارات مستهدفا المناطق السكنية، ملحقا أضرارا كبيرة في البنية التحتية. طيب. نبدأ طبعا مع حي جوبر الدمشقي، حيث استطاع اليوم الجيش الحر إسقاط طائرة حربية أعلنت عنها كتيبة البراء، حيث تم استهدافها بالمضادات الأرضية داخل حي جوبر وسقطت بالقرب من مدينة أبو ضمير. تحدث أيضا عن استهداف الحي بصواريخ الأرض أرض، حيث سقطت هذه الصواريخ في المنطقة الواقعة بين جوبر والقابون. أطلقت من الوحدات الخاصة في القابون، حيث سجل حتى الآن سقوط 4 صواريخ. نتحدث أيضا عن غارات من الطيران الحربي، حيث استهدف صباح اليوم الحي بعدة غارات بالقنابل الفراغية شديدة التدمير. ننوه إلى أن مثل هذه القنابل الفراغية باستطاعتها تدمير أحياء بأكملها، لأنها تمتلك قوة تدميرية هائلة. طبعا يجب أن ننوه أيضا إلى أن القصف المدفعية والصاروخي لا يهدأ أبدا على مدار اليوم، حيث يستهدف الحي مدافع وراجمات جبل قاسيون، ملحقا دمارا كبيرا ويوقع عدد كبير من الإصابات. هذا الحي الذي يعد جبهة مفتوحة ويعد الجبهة الأعنف مع قوات الأسد وحزب الله الإرهابي في العاصمة دمشق، حيث يخوض أبطال الجيش الحر المعارك ويسطرون أروع البطولات في ردهم لعصابات الأسد ومنعهم من التقدم باتجاه الحي، حيث صرح لواء الإسلام يوم البارحة بأنه دمر رتلا كاملا مؤلف من أكثر من 10 مدرعات. طيب. كانوا يحاولون محاولات يائسة باقتحام الحي. طيب رواد، هلا يعني تستطيع أن تخبرني عن مناطق التماس والمناطق الساخنة الآن ميدانيا؟ نعم، كما تحدثنا حي جوبر من أكثر المناطق الساخنة. هناك أيضا حيي في مخيم اليرموك والسيدة زينب. هذه المخيمات أيضا تتعرض لقصف ممنهج من أبراج القاعة، تقع بالقرب من حي الميدان الدمشقي، حيث تمطر يوميا هذه الأحياء بالصواريخ، إن كانت صواريخ من نوع أرض وإن كانت مراجمات صواريخ أو بالمدفعيات الثقيلة. كما منذ قليل لواء شهداء في منطقة سبينة، لواء شهداء سبينة أعلن عن تدمير عربة BMP وقتل ما يزيد عن 7 عناصر في الاشتباكات التي جرت عند فرع الجوية والمطاحن. في القلمون أيضا الحدث الأهم، حيث قام كل من لواء الغرباء ولواء الإسلام باقتحام جزئي صباح يوم البارحة لحاجز المزابل أو ما كان يدعى بحاجز البشائر، في محاولة جاهدة من الثوار السيطرة عليه بالكامل. وبحمد الله تم السيطرة على نقطتين متتاليتين وقتل عدد من العناصر الأسدية وتدمير العديد من الخيم. وصلت الصورة رواد الشامي، أشكرك. سوف أكتفي بهذا القدر. ناطقا باسم شبكة شام كان معي من دمشق وريفها رواد الشامي، شكرا جزيلا لك.